انا تعرفت على واحد الراجل شيباني، وهذا الشيباني لاباس عليه. تعرفت عليه في ابليكاسيون خطابه. شكون ما يعرفش الخطابه؟ بزاف ديال البنات يكونوا عارفينها. خطابه كنت داخله ليها عادي، دخلت اتصلت ليا واحد السيد، السلام عليكم، قال لي السلام عليكم، لاباس بخير. تعرفت انا وياه. كان في الاول كاذب عليا، قال لي انا في عمري 40 عام. قلت لي ماشي مشكل، انا كانت عندي ديك الساعه 26 عام. قال لي كنتي باغا تزوجي، انا ناوي المعقول، تزوجي بيا نتزوج بيك، نعيشوا بخير. المهم، قال لي انا عندي فيرما ديال الدجاج في واحد البلاصه، عندي داري، ما يخصك معايا حتى شي خير، ولكن راه عندي كنت مجوج وواقف على مرتي في الطلاق، راه حنا في الجلسه الاخيره ديال الطلاق، ناخذ طلاقي وديك الساعه نتزوجوا. قلت لي ما نقدرش انا نقول لك شي حاجه حتى تكون مطلق، اما انت باقي في المحكمه تقدر ترجع، تقدر كل شيء. المهم، بقينا مثلا نهضروا، شحال داز الوقت. السيد صيفط ليا تصاور وكل شيء، انا شافني في التصاور، ولكن عمره ما كنت نهضر معاه بالفيديو. ما كانش كيبغي. هنا بديت كنشك فيه، وعيف الهضره والكلام. دازت شهر من ورا شهر، ولا كيرسل ليا الفلوس. ما كنتش انا طلبته، ولكن كيقول لي واش خاصك شي حاجه، تنقول له بغي ناخذ شي حاجه ولا من هنا، كيقول لي ماشي مشكل، اقول لي شحال خاصك انا نرسل لك. ولا كيرسل ليا تقريبا مره في السيمانه، كدوز جوج سيمانات كيرسل ليا، كل مره كيرسل ليا. ما كيسرش ليا غير فلوس قليله، كيرسل ليا فلوس كثيره. المهم انا طمعت الصراحه، وبان ليا البلان فيه. وليت نقول لي امتى نتزوجوا، امتى تجي لدارنا، امتى. قال لي اول حاجه غنصارحك بواحد الحاجه، ولا قبلتي راه ما يخصك معايا حتى شي خير. قلت لي غير قول اشنو كاين. قال لي انا في عمري 60 عام، وانا مزوج، مواقف على الطلاق، على حتى شي حاجه. عندي ولادي كلهم كبار وكلهم برا، ولكن انا باغي ناخذ المره الثانيه نتزوج بيها. ما باغيكش غير تصاحبي معايا ولا نبقى ندوز بك وقت، تكوني المره ديال الثانيه، حيت المره ديالي عيات وما بقى فيها ما يدار، ما بقات تقدر دير حتى شي حاجه، ولات غير مريضه غير ناعسه. بقيت كنفكر، قلت بزاف، 60 عام، 26 عام، قد جدي، ولكن في نفس الوقت كاينين الفلوس. قال لي ما خصك معايا حتى شي خير، ناخذ لك دارك بوحدك ديالك، بارتما، ونكتبها في سميتك، وتعيشي لراسك حتى حد ما غيقرب ليك، ما غتشوفي لا المراه الاولى، ما غيجيو عندك ولادي في شكل دايرين عايشين برا، ما مسوقينش. قلت لي صافي، جي لدارنا، جي مرحبا بك، نوجد لك التمر ونوجد لك الحليب. صافي اتفقنا، درنا داك النهار اللي غادي يجي فيه. فعلا قلت لوالديا، قلت لختي، قلت لخويا، كلهم وافقوا، رحبوا بيه. جا هو والاخت ديالو، وجا مع واحد صاحبه. قالت المراه ديالي انا موافقه، ولكن ما تقدرش تجي انا عطاتو الموافقه وكل شيء، ولكن باش تحضروا داكشي ما يمكنش. وهي بصح منطقيا ما تجيش تخطب الراجل، ما جاتش، ما يمكنش. ما كايناش هاد شي وحده غادي تقبل بشي وحده تمشي تخطب الراجل، يمكن ما كايناش. ما علينا. جا داك النهار، قلت لك ما خلى ما جاب. واخا انا فاش جيت شفتو مباشره شويه تفاجأت، حيت في التصاور، هو التصاور اللي كان كيرسل ليها الاولين ديالو، ولكن ديال قدام فاش كان سنيت عنده 40 وكانت عنده 41 داكشي. المهم ما علينا، وافقت عليه. قالت لك شفتو، واخا تفاجأت، كبير اكثر من 60 عام. 60 عام كيبان يعني مباشره، واخا مهلي في راسو رقيق وكيبان رشيق، حيت ما علينا. صافي، قلت ما خلى ما جاب في خطوبه، جاب الغالي وجاب الرخيص، كل شيء جاب جوج طونوبيلات ديالو، واللي مع راكب مع اختو وديال صاحبه، كلهم ومرت صاحبه، كلهم عامرين. قالت لك بقى كيدخل في هذاك، كيدخل عندنا للدار، حتى طبالي كلهم عمروا بالكادوات. جاب لي غير في الخطبه، جاب لي براسلي، جاب لي سنسله بطوانق هابه، الشوكولات، الورد، مخلى ما جاب لي في الحوايج. هذه غير خطبه صراحه، قلت تفاجأت، بقيت مصدومه، يعني حمر لي وجهي مع عائلتي مع والديا. المهم خطبه دازت، دايزها الكلام، جاب لي الخاتم، والخاتم ما فيش الخاتم ماشي غير ديال الذهب، قالت لك خاتم ديال الديامون، يعني فيه الحجره ديال الديامون داكشي. مهم، داز داكشي مزيان، اتفقوا كلشي. في الوسط في الخطبه قراو الفاتحه وباها وكلشي، واتفقوا على النهار اللي يديروا لاكت من بعد.
تمشي معاه للدار. قال لها انا ما بغيت الصراحه شي عرس، الفلوس العرس الكبير اللي باغا ديرو داكشي نعرفو باغا تفرحي براسك، ولكن ديري غير شي حاجه في داركم اللي تكون صغيره تفرحي مع عائلتك. فلوس العرس كلشي اللي بغيتي غنعطيهم ليك، انا ماشي زعما تقرمت عليك على حساب العرس. انا عي ما قادرش على شي حاجه كبيره وشي عرس هكا وعاد نعمر داكشي، يعني داكشي ماشي في، يعني ماشي في مناسب مع السن ديالي ومع العائله. حتى حد ما يبغي يحضر ليا في العائله، غادي نكون غير بوحدي. يعني نتمنى تحترمي هذا القرار ديالي وديري اللي بغيتي، لكن الا بغيتي ديري. قالت لي صافي انا غادي نعي العرس صغير في دارنا، والفلوس اخرين عطيهم ليا انا محتاجاهم، ما نقولش لك لا. لا صافي. قالت لي ايوا بارتما شنو درنا فيها؟ قال لها تعيشي معايا وكل شيء، ومن بعد بارتما كنواعدك غنكتبها لك سميتك، ما غاديش نضيعك، كوني هانيه. مهم غزلان في هاد السيمانه غضرب فيه لاكت، وفي نفس الوقت غدير فيه العرس. شي وراق هو تعطلوا ليه ديالو هو، داكشي علاش غضطر غدير العرس بالسبت، حتى السيمانه الجايه اللي بالثلاث ولا الاربعاء عاد غيكملوا الوراق وعاد غيديروا اللاكت. قالت ليه، قال لها ماشي مشكل صافي نكملوا العرس وكلشي، ولا والوراق واللاكت صافي حتى السيمانه الجايه نقادو كلشي صافي. بقات يومين العرس، قالت لك وجدنا فرحانه، اي حاجه طلبتها كيعطيها ليا، اي مبلغ قلته ليه كيكتبوا ليا في الشيك وكيعطيه ليا، ما كيقولش ليا لا. هذاك غير هذاك الفتره اللي تعرفت ليه عمرت كل ذهب، كلشي في الحوايج الغالي، اللبس الغالي اللي كنشري، اي حاجه بغيتها كنديرها. عاد موعدني باش بعد ما فاش غادي نديرو اللاكت يكتبها ليا انا في سميتي. مهم انا كنت ثايقه فيه وكنت متاكده كان غيدير هادشي 100%، كنت متاكده غيدير هادشي. نهار العرس كيتسناو في السيد يجي كتصوني عليه ما كيجاوبش، كتصوني ما كيجاوبش، التليفون كيبقى يصوني ولكن هو والو ما كيجاوبش. قلت كيفاش السيد ما يمكنش يخوي بيا، هو باغيني كيموت عليا والفلوس كامل اللي خاسر وداكشي، يعني هو اللي خاسر ماشي انا، واخا انا عرفت على الناس وداكشي. مهم بقيت كنتسنى حتى وصلت 3 ديال العشيه صافي. الناس اللي جاو بداو يخرجوا، حنا دايرينو من يعني ما الصباح غيبدا كلشي. الناس اللي جا كيدخل كيمشي ما عرفنا شنو نقولوا ليهم. المهم شويه ما وصلت 3 ديال العشيه صافي فقدت الامل، قلت السيد مش اختفى ولا وقعت شي بلان، تنادم مع الحال، سمح فيه الفلوس، سمح في كلشي وقال نمشي في حالي. المهم ما علينا. وصلت 5 ديال العشيه وصلها واحد التليفون كيصون، قال له واش انت هي فلانه فلانه؟ قالت لي قال لها السيد عبد القادر راه توفى الله يرحمه، شدته ازمه قلبيه في الطوموبيل ديالو، كان جاي عندها في الطريق، حيت هما ما كيسكنوش في نفس المدينه، ولكن المدينه قريبه للمدينه ما بيناتهمش بزاف، يعني تقريبا شي نص ساعه او ساعه الا ربع ديال الطريق بين المدينه اللي عايشه فيها هي وبين اللي عايش فيها هو. قال لها كان شاد هاد الطريق ديال فلان الفلانيه اللي جاي عندها، من تما وقف حس براسو ماشي تلتم، تكى على الفولون صافي مول الامانات دار امانته، سكته قلبيه جاتو ازمه قلبيه ومات. غزلان تصدمات وما عرفتش شنو دير. نهار العرس ديالها مات راجلها، داكشي اللي كان موعدها بيه ما غيوفيش بيه، ولكن ماشي لخاطرو حيت السيد مات. ما كاين لا لاكت ما كاين لا عرس لا والو. قالت بقيت كنبكي ما عرفتش شنو ندير. مشيت لدارو عند مرتو وعند ولادو، قلت لهم شنو كاين؟ قالوا لينا حنا ما كان في راسنا حتى شي حاجه، ما كانش في راسنا السيد غادي يتزوج او هو ديما كان كيطلب مرته الموافقه وداكشي، ولكن ما عاطيه لا موافقه، ما قايل لهم انا غادي نتزوج، ما حتى شي حاجه. كان في راس اخته وصاحبه ومرت صاحبه اللي داهم معاه في الخطبه، يعني ما في راسهم حتى شي حاجه. داكشي كلشي اللي كان كيدير فيه كان كيديروا خزنه عن مرته وعن ولادو. فاش بدات كتعاود ليهم هادشي وقالت لهم يعني شنو كاين وكلشي، جراو عليها. وكانت غير قالت كانت مرته ناضت هي وبنته كانوا غير يتفوني في وسط الجنازه. قالت لهم انا كنسحب في راسهم حتى انا بغيت نمشي نعزي ونشوف شنو كاين وداكشي. قالت الساعه ناضوا ليا كانوا غادي يريشوني، هربت انا وامي ورجعت لدارنا. مزيان قالت انا بقيت مرهونه، ما تزوجت، ما طلقت بحالي بحال الناس، ما درت عرس بحالي بحال الناس. نهار العرس ديالي وقع لي هادشي كامل، خليت الهضره والفهم كلهم محلولين عليا، كل واحد وشنو كيقول، يعني سعدي خسر ليا على حتى شي حاجه، يعني واخا داك الفلوس اللي خديت او هذاك الشيء ما داروا ليا حتى شي حاجه. مهم هذه هي القصه ديال غزلان جات تشاركها معكم، كتقول لكم بعضهم الرجال الكبار اللي في السن واخا كطمعوا في الفلوس، ولكن تقدر النتيجه في الاخر ما تكونش مرضيه ليكم.
هذه هي القصة ديال غزلان للعبرة، واللي عنده شي قصة بغى يشاركها معنا يخليه في فيسبوك ولا انستغرام. مرحبا بكم كاملين. باي.